تبكمت من الصدمة وخرجت مني كلمة واحدة. قلت له واش؟ قلتها بالصوت. بابا كان راح يكمل هدرته بصح جدي قاطعو. هي سيل يا بنتي، واللي طلبك هو ادم ولد السي علي، وحنا قبلنا باش نحيو العداوه اللي كانت من سنين ونرجعوا نساب. انا غير سمحت اسم ادم فشلت تقول له عليا هموم الدنيا فوق ظهري. ما خليتوش حتى يكمل هدرته. قلت له واش انا وادم؟ غير هاد اللي ما تصراش، هذه مستحيل. بابا واش راك تحكي؟ كيفاه قبلت بلا ما تسقسيني؟ بابا طاح عليه واحد الهم في وجهه عمري ما شفته عاجز هكا. قال لي بنتي كما تعرفي عداوتنا بدات من نهار عمك ماجد ضرب السي علي وعوقو، خلاه حاكم البلاصه على جال الارض بتهمه محاوله القتل العمدي، وجاب ربي السي علي ما ماتش، التالي حكموا عليه مؤبد بصح هكاك وحكموا عليه ب20 سنه. ودرك مازال ما كملتش عقوبته وراه مريض كراف، وباش يتعالج لازم يخرج من الحبس تعرفي، ثم ما يقوموش به. وهو راهو حكموا المرض هذاك ربي يعافينا منه. والبارح جا عندي ادم وقال لي نقدر نخرج خوك بشرط تمد لي بنتك، وهكا نرجعوا نساب ونقتلوا العداوه. انا هنا تصدمت على الصح، قعدت غير نشوف فيهم، عينيا غرغروف وامي يرعش، نخبط في الكرسي ونبكي ونعيط. مستحيل مستحيل ما نقبلش به، يو يكون اخر راجل في الدنيا ما نتزوج به. لا ما نقدرش ما نقدرش يا بابا ما نقدرش، غير هو لا لا. هنا بابا ما قال والو وغير هبط راسو يستغفر، وجدي حوسني نقبل دراع على جال عمي. انا تخنزرت عند جدي وقلت له دوك عرفت بلي عندك ولدك وبنت ولدك، وين كنت العوام هذو كامل؟ ولا غاضك ولدك حاب تخرجوا من الحبس على ظهري؟ يا وراك جيت البلاصه الغلطه. انا ما نتزوج به، لو كان تقتلوني وادم هذاك نموت وما نكونش ليه. بابا كشفني نحكي هكاك مع جدي نظم بلاصتو وعطاني كف خدي، حسيتو طار من بلاصتو. انا جمت في بلاصتي، اول مره بابا يمد يدو عليا، اول مره يضربني. شفت فيه ودموعي هبطوا بالساكت. ماما جات تجري عندي حضنتني وتبكي، قالت له يا محمد واش درت؟ علاه عليك الطفله مريضه. بابا في الدقيقه هذه هز التليفون فتحت على اللوطو وخرج ديريكت. زاد لحقو جدي مع خرجوا نعيط ونبكي بالصوت، وماما مسكينه غير تحضن فيا وبغات تهديني. سيليا يا بنتي تهدني يا بنتي، ما تعيطيش راكي تنضري يا بنتي بالزايد، راكي مريضه هدني روحك. بصح انا في هذيك الدقيقه حسيت روحي خرجت مني وصدري تزير عليا وقلبي محروق. نبكي ونهدر بصوتي اللي كان يرجف في الرجيف. مستحيل نتزوج بعبد هددني، دمر لي حياتي، درني ولعب بشرفي وكرامتي، واليوم جاي يشريني وبشكون؟ بعمي المحبوس. ماما متلمه خايفه عليا وبغات غير تهديني ما تولهتش لهدرتي. وهنا انا خرجت نجر في روحي بالكرسي ودخلت لشمبرتي، سكرت الباب بالمفتاح وطحت نبكي بحرقه. يا ربي واش درت باش يصرى فيا هذا الشيء كامل؟ يا ربي واش ذنبي؟ يا ربي راني ما قدرتش، والله تحملت بزاف مانيش قادره. يا ربي خفف، يا ربي ما عندي غيرك. دموعي مبغاوش يحبسوا، على بالي باللي جدي راح يلعب براس بابا باش يزوجني الادم بالغصب. انا غير ندعي بابا ما يضعفش قدام جدي ويزوجني بالغصب. الليل طاح، الدار كالم وغير صوت خبطات قلبي اللي يتسمع. كنت قاعده في بلاصتي، عيني تنفخوا من كثرة ما بكيت، المخده تاعي تكثر من دموعي، قلبي محروق وصدري يوجع وروحي خرجت. نبكي ونهدر، يا ربي واش درت باش يصرى فيا المنكر هذا كامل؟ يا ربي راني تشليت وقعدت على الكرسي وتقبلت وضعي وما اعترضتش. بصح زواج من ادم لا لا، راني ما نقدرش. يا ربي علاه واش ذنبي؟ راني تعبت يا ربي، راني ما نقدرش. انا هكاك نبكي حتى دقدق الباب تاع الشومبرا. زربت مسحت دموعي اللي مبغاوش ينشفوا. سيري يا بنتي اذا انا يضا معليش نفوت. قلت له تفضل بابا مانيش راقده. فتح الباب ودخل، كان وجهه شاحب عيني حمر، عرفتها كان يبكي. بابا يحبني لدرجه كبيره، لو كان صرا لي حاجه يموت. انا غير شفته هكذا قلبي ضرني عليه. هذه ثاني مره بعد ما مرضت ودخلت كوما نشوف بابا مهدود للدرجه هذه. قفل الباب وقعد قدامي على السرير وانا بقيت مهبطه راسي، ما قدرتش نحط عيني في عينه. قال لي سيلي يا بنتي سامحيني كي ضربتك اليوم، والله ما كنت قاصد. غير كي سمحتك تهضري مع جدك بهذيك الطريقه تقلقت. راني نطلب منك السماح يا بنتي، راكي تعرفي بلي باباك انسان ضعيف قدامك. يا بنتي راني مستحيل نرضى لك الهلاك. انا غير دموعي اللي يهضروا في بلاصتي، ما قدرتش نحكي، لساني تربط. هنا حكم لي يدي وباسها، قال لي يا بنتي راني باباك، ما نحب لك غير الخير، ومستحيل نزوجك لواحد ماشي من مقامك، وراني راح نمدك الراجل اللي راح يصونك ويعزك طول عمرك، وربي شاهد على كلامي. ادم ماهوش كيما راكي تخمي، راهو راجل وسيد الرجال، ما يدير غير اللي يرضي ربي. انا كي سمحتو يشكر فيه قلبي راح يطرطق. شفت فيه بعيني اللي كانوا يترجاوه يتراجع على قراره. قلت له بابا انت عارف شكون ادم، وتعرف باللي العدو يقعد عدو، وشكون يضمن لك باللي ماهوش راح ياذيني ويضرني؟ يا بابا علاش حاب ترميني هكا؟ علاش؟ بابا تنهد وباسني على جبيني.
قال لي سيليا لو كان ما شفت راجل وفي حال ما نقبلش نمدك ليه، هو وعدني وعد رجال يعيشك سلطانه وما يخلي حتى واحد يدنا ليك، لا مو ولا خواتاتو، وزيد الايطاج وحدك الفوق، واصلا دار كامل باسمو، يعني مستحيل يتجرؤوا عليك، وانا نعرف بنتي مليح ما تظلمش وفي نفس الوقت ما تسمحش في حقها. انا هنا دمعتي طاحت، قلت له حتى لو كان يعيشني سلطانه انا مستحيل نتقبله يا بابا، ربي يعيشك تراجع في قرارك. هو سكت شويه ومن بعد قال الكلمه اللي قسمت لي ظهري: بنتي اذا تحبي باباك واذا بغيتي قيمتي ما تهبطش بين الناس قبلي، ما تكسري ليش كلمتي قدام الرجال. راني راهنت عليك وقلت لهم بنتي ما ترجعليش كلمتي. انا هنا تكسرت ورجعت مجبوره نقبل بالزواج هذا على خاطر مستحيل نضيع من قيمه بابا. بكيت بصوت مخنوق وهو بسني من جبيني وقال لي: بنتي خمي مليح وقرب عقلك وما تنسيش باباك. ناض خرج وقفل الباب، انا هنا طحت فوق المخده نبكي ونبكي ونبكي، دموعي ويدان، نهدر ونشهق. يا ربي حتى بابا، حتى هو دارها بيا وحطني قدام الامر الواقع، واش ندير؟ نرفض ونخسر بابا ولا نرضى ونعيش حياه مجبوره عليها؟ هذيك الليله كانت اطول ليله في حياتي، كنت نحس روحي محاصره من كل جهه. وهنا ما بقى عندي غير حل واحد ولازم نستغله، كي يجي ادم ويجيب ماليه يخطبني وراح نقولها له في وجهه متاكده راح يرفض ويروح ويخليني في حالي. فاتو يومين ثقال على قلبي. نهار الثالث جا نهار اللي كنت نستنى فيه باش ندير محاولتي الاخيره قبل ما يضيع كلش. صباح جات موني لعندي مع دخلت بدات توغ كي عوايدها: سيليا سيليا نوضي يا عمري، اليوم لازم تكوني سلطانه وتبهريهم كامل، هيا شكاره تاع الرقاد، الفراش راهو غمل منك نوضي. قلت لها: موني شكون سلطك عليا صباح ربي؟ قدمت لعندي حكمتني من يدي عاونتني نوضتني داتني للدوش نحات لي قشي ودوشت لي. كملت مسحت لي ولبست لي ربا حمراء مطروزه تهبل. كي شفت روحي في المرايه شهقت: يا موني هذه لبسه تاع عراس ماشي تاع خطبه. ضحكت بالصوت وقالت لي: بلعي بلعي اليوم خليني ندير رايي واش بغيت انت، يا غير تفرجي وسكتي يا بنتي، اليوم لازم يشوفك سلطانه على حق وحقيقه. داتني لاكوافاز وبدات تبدح فيا، ليست لي شعري وخلاته مطلوق، دارت لي مكياج خفيف، لبست لي باغور تاع ذهب يهبل. صراحه كي شفت روحي في المرايه دهشت، درت رشات من البارفان المفضله عندي. قعدنا نشيخ وحتى دخلت ماما، مع شافتني دموعها طاحوا، حضنتني وباستني من جبيني، قلت لي: ربي يبارك فيك يا بنتي ويعطيك ما تمناي. حضنتني ومبغاتش تطلقني. حتى دخل بابا كي شافني بقى واقف وعينيه عليا، قدام بالعقل بسني من راسي وقال لي: ما شاء الله ربي يفرحك يا بنتي ويعطيك ما تتمناي، وروحي راني راضي عليك دنيا واخره. هو خرج ولحقاتو ماما وموني تحكي، بصح انا مانيش معاها خلاص، تخمامي غير في ادم وكيف نخليه هو اللي يرفضني قبل ما ندخل في الدوامه اللي ما نقدرش نخرج منها. واحد الساعة ونص ونا الباب حل عليهم بابا وعمي رحبوا بهم. دخل آدم هو الأول ومن بعد دخلت أمه وخواتاتو وعمتو وخالتو، ورجال ثاني جاب معاه عمو وخالو ولد عمو ولد خالو وصاحبه والإمام. سلموا على بعضهم ومن بعد الرجال قعدوا في الصالة ونسى في صالة خلاف. الجو كان ثقيل، الضحكة تاع عمتو كانت باينة مصطنعة، حتى مو وجهها باين باللي جات بالغصب، يعني واضح خوفهم من آدم اللي جابهم، تالي مستحيل يقبلوا بيا خصوصا كي رانا أعداء من زمان. شوية هكا جات ماما وقالت لي: سيليا بنتي هيا بغاو يشوفوك. خرجت مع موني وانا في الكرسي تاعي، دخلت عندهم وانا مرتاحة بلي الخطبة هذه راح تفركش مش اللي راح نقوله لآدم. ناضوا سلموا عليا فوق القلب، أكثر واحدة حسيتها ماهيش حاملتني هي أختو اللي تقابلت معاها، حتى مو بينما ماهيش طايقة الخطبة تاعي من ولدها. عمتو بدات تقصر وتضحك، بغات تكالمي الحالة، أنا غير نتبع فيهم وفي تصرفاتهم. حتى تقيمه قالت لماما: نوال يا اخي بنتك ماهيش راح تكمل حياتها كامل في الكرسي هذا، على خاطر ادم راه وحيدي وما نبغيش تكون مرته مشلوله. ماما جات راح ترد عليها حتى قطعتها موني، تخنزرت فيها وقالت لها: يا خالتي شفتي هذا الكرسي اللي راه لاصق فيه سيليا، لو كان تعرفي شكون السبه تاعو ما تزيديش تهزي راسك من الارض، وانت يا دوكا جيتي تخطبي لولدك ولا تعايري الناس بالمكتوب تاع ربي سبحانه. اذا بغيتي دوك نعيط لادم يحكي لك حكايه الكرسي هذا اللي راه مقلقك وشاغل بالك. هي سكتت كلمه ما زادتها. عمتو بدات تحكي وتقول لي: واش تعرفي ديري في خدمه الدار وين واصله في قرايتك؟ انا قلت لها باك وعند الرجال بابا شرط اني نكمل قرايتي بعد الزواج، وادم وافق. شويه هكا عيط لي بابا، خرجت لعنده قلت له: نعم بابا غير الخير. قال لي: سيليا بنتي روحي لشنبرتك، ادم حب يهضر معاك. انا تبسمت وقلت في قلبي: واخيرا جات اللحظه اللي كنت نستناها، لازم نطبق الخطه.
ورحت شومبرتي قعدت نستنى شويه وسمحت الباب تفتح ودخل ادم اللي كان في قمه اناقته، لابس سروال كحل تريكو قري وصباط قري، داير ساعه كحله في يدو وخاتم في حجره كبيره كحله، شعره مطلعو، ريحه البارفا تاعو وصلت قبله. دخل بكل ثقه، مع شافني خرجت من فمو ربي يبارك ما شاء الله. عينيه فيكساهم فيا ثواني، هو غايس فيا ومن بعد قرب لعندي سلم عليا وانا مانيش حاملاته. قاعد في الكرسي مقابلني وبقى غير يشوف فيا، من بعد كسر السكات وهضر مع تبسيمه خفيفه على شفايفه. قال لي سيليا ما عندي حتى شرط وما نطلب منك والو من غير حاجه واحده، تصونيني وتحافظي على كرامتي، هذا مكان وصدقيني راح نعوضك على كل شيء درتو معاك، بربي ان شاء الله راح نكون سندك في هذه الدنيا وما نخليك تحتاجي حتى واحد. بالنسبه لقرايتك تكمليها عادي، بصح الخدمه لا انا ما عنديش في قاموسي مرتي تخدم، اصلا علاه تخدمي؟ انا ربي رزقني كلش والحمد لله نقدر نعيشك سلطانه، وانا شخصيا ما عندي حتى شرط. كنت نسمع فيه ومانيش حاملاته وعييت ننسى واش دار فيا قد ما حاولت، بصح ما قدرتش، ضرني بزاف. انا هنا قررت نطبق الخطه تاعي ونهدر حتى وكذبه، المهم نتفك منه. شفت لي قلت له ادم انا مانيش قابله بك وانت تعرف، وهذا الزواج ما كانش خياري، بابا هو اللي جبرني عليه، بصح قبل ما نمد لك الكلمه لازم تعرف حاجه عليا، حاجه كبيره ممكن تغير لك كل شيء. هو هنا قرب شويه وحط يديه فوق رجليه شبكهم وقال لي واش من كلمه يا سيليا، قولي لي راني نسمع. انا تنهدت وخرجت الكلمه اللي كنت محضرتها باش نكسروا بها، قلت له ادم كان لازم نلعب الورقة الأخيرة. تنهد تنهيدة خرجت من عروش قلبي، شفت فيه مليح وقلت له آدم راني مانيش بنت، قصدي مانيش فيارج، أنا غلطت مع فيصل هذاك النهار كي ضربته، تا هكاك في الليل عيط لي بغى يشوفني وتلاقينا، ضعفت قدامه وصرا اللي صرا، هو كان راح يجي يخطبني من بابا بصح انت سبقته، انا متاكده بلي انت مستحيل تقبل تدي وحده قاسها غيرك ومن حقك هذا الشيء. ادم اذا حاب تبطل عليا نورمال، بعد الشيء هذا اللي سمحته مني انا ما عنديش مشكل، ولازم تعرف بلي انا نحب فيصل وغير هو اللي في قلبي، يعني مستحيل نتقبلك يا ادم، خصوصا كي راني نكرهك وانت عارف مليح بلي الشيء هذا، ومهما حاولت معايا ما راحش نتقبلك راجلي مستحيل. كانت الكلمات تخرج من فمي كيما الموس وسط قلبه، وبصراحه كنت متوقعه نشوفه ثاير وهايج ويكسر ويعيط ويسب وحتى يمد يديه عليا، بصح شوكاني كيما دار حتى جاست من غير قفل يديه وصوت صباعو سمعتهم كي طردقوا، وجهه تبدل ومزير على روحه حتى خرج عروق رقبته، عينيه ولاو نار ولهبت فيهم. قرب مني بشويه وحط فيا واحد الخزره تخلع وقال لي بصوت كال، صراحه الهدوء تاعو خلعني اكثر من عياطو، قال لي سيليا ديريها في بالك، ضربه الحصى ما يوجعش ولا حتى طعنه السيف ولا اللي يذبح ويقطع ما عادش يعنيني، بصح الخيانه لا راهي تكسر ظهر الرجال، اما انت لدرك ما خدعتينيش على خاطر ما كيش على اسمي، لو كان جيتي مرتي وكنتي تحت جناحي وغلطتي مع غيري وقتها ما نرحمكش، ندفنك وما نشوفش فيك، بصح سمعيني مليح الهضره هذه ندمك عليها، على خاطر انا عشقتك من قلبي، حبيتك وبغيتك تكوني حلالي ونكون لك السند اللي يعوضك على كلش، وانت يا شوفي بوهجه زيتيني. سيليا بغيتي تلعبي بذيلك معليش ماشي مشكل، اصبري عليا برك. ما كمل هدرتو تخنزر فيا ونض بكل برود، مشى حتى الباب حلو وخرج بلا ما يشوف موراه، خلاني مشوكيه، قبل ما نفيق من الصدمه سمعت صوت الزغاري تعلت في الدار، قلبي تزير عليا ودموعي طاحوا، يعني خلاص اخر محاوله ليا باش نفركش الخطبه هذه فشلت، وهو قبل بيا بالرغم من كل شيء سمعوا. حسيت الدنيا ضاقت بيا والنفس راح لي، رجعت للشومبرا تاعي وانا نجر في الكرسي، دخلت وقفلت الباب، بكيت وبكيت حتى روحي خرجت.